انا ما زعلتش، انا زعلان عليهم، والمفروض هم اللي يزعلوا انهم سابوا النادي الاهلي. يعني انا لحم كتافي من خير النادي الاهلي. ده انت ما فكرتش حتى. يعني ما فيش حاجه خالص. لو ما كانش فيه النادي الاهلي ما كانش هيبقى فيه رمضان صبحي يعني. قالوا لي انت ساعه وترد عليا، ساعه وترد علينا. السلام عليكم. الحقيقة بكل حزن وبكل أسى الواحد بيتكلم عن مشوار رمضان صبحي ونهاية مشوار رمضان صبحي، اللاعب اللي كان له مستقبل كبير، ينتظر مستقبل كبير جدا جدا في كرة القدم مع النادي الأهلي أو غيره. لكن الحقيقة بكل أمانة قرارات خطأ خدها رمضان صبحي، ولم يجد النصيحة الصح من اللي حواليه، قضت على مستقبل رمضان صبحي، واحد من أهم المواهب اللي جت في مصر في السنوات الأخيرة. أعتقد وبكل أمانة أن قراره بالرحيل من النادي الأهلي كان السبب المباشر والأساسي في كل اللي حصل. هأرد عليك واحدة واحدة وتقول لي ده بعيد عن ده وده ماله من ده. هقول لك بكل أمانة بس ركز معي. أول حاجة، وجوده في النادي الأهلي كان بيعد ليه أن هو يكون كابتن النادي الأهلي، ياخد مكانه زي اللي خدها أمير القلوب أبو تريكة، كان لاعب محوري في النادي الأهلي، ابن النادي الأهلي زي ما احنا شفنا في الفيديو. تاريخ مع النادي الأهلي، كان هيعمل بطولات كتيرة وتاريخ كبير، وكان هيكون له مكان أساسي في منتخب مصر لأنه كان هيستمر في اللعب. طيب ليه برضو النادي الأهلي؟ أولا يا جماعة، النادي الأهلي مش بس نادي رياضي، النادي الأهلي مدرسة في الالتزام والانضباط والمبادئ. النادي الأهلي اللعيبة اللي فيه بيكون فيه التزام بمبادئ النادي الأهلي، أي واحد بيخرج على النص بيتم معاقبته. بتلاقي اللعيبة حتى اللي جاي جديد بتبدأ تلتزم ويكون عندها التزام، مفيش إلا الكورة في حياتهم، مفيش غير الكورة والتمرين والالتزام في المباريات والبطولات طوال فترة وجوده في النادي الأهلي. مفيش أي مؤثرات خارجية، مفيش أي حاجة خارجية، بتكون في مراقبة من مجلس الإدارة ومن الناس المشرفين على الكرة للاعبين، وتوجيه النصيحة الصحيحة لكل لاعب. بيتم فيه بعض الأخطاء ولكن بيتم تداركها في الغرف المغلقة وتوجيه النصيحة في الغرف المغلقة. عشان كده بتلاقي لاعبي النادي الأهلي حتى لو في واحد خطأ صغير بيتم معالجته جديا، وبعد كده بتلاقي لاعب شوية شوية التزم وبدأ ياخد نفس مبادئ النادي الأهلي، وفي أمثلة كتير على كده. لكن بكل أمانة، الأول لما دور على الفلوس دي كانت بداية تغير رمضان صبحي، دور على الفلوس رغم ان هو في النادي الأهلي ما كانش بياخد شوية. يعني أنا عايز أقول ان انت لو بتاخد مثلا في الأهلي 10 مليون وجالك بره 30، لكن في النادي الأهلي مع البطولات، مع المكافآت،
مع الانتظام، مع الشهرة، مع الإعلانات، مع كل ده هتلاقي نفسك تحقق مكاسب أكتر بكتير من الفرق بين العرضين. كمان أنت في النادي الأهلي بيكون لك مكانة وترند ما بتلاقيش في أي نادي آخر، مع كامل الاحترام يعني لكل الأندية، لكن ده الأهلي يا جماعة الأكثر شعبية وجماهيرية، نادي القرن في أفريقيا، النادي البراند العالمي. كمان صحيح بعض الناس بتتكلم عن التعاطف، مفيش مشاكل، احنا متعاطفين مع رمضان صبحي وكان نفسنا ما يوصلش ده لمصيره، لكن عايزين نقول ان ديت بتكون بتمثل عظة وعبرة لكل اللاعبين وكل الاشخاص، مش لاعبين بس، ان لا يصح الا الصحيح. الشخص بياخد قرارات بتأثر على مستقبله، بين ليلة والتانية اصبح رمضان صبحي لا يصلح للعب الكرة، او خلاص تقريبا هيبطل كرة القدم، لان طبعا بجانب قضية التزوير اللي هتعتبر سابقة في سجله او حياته، اصبح كمان حكم من المحكمة الرياضية الدولية بإيقافه عن اللعب لمدة 4 سنوات. كلام المحامي امبارح اللي قاله مع مدحت شلبي يؤكد ان الموضوع خطير، وان الموضوع مش سهل، وان موضوع سريان العقوبة هيكون بنسبة كبيرة مؤكد، وهتيجي بعد 4 سنين مين النادي اللي هيلعبك، ومستواك هيكون عامل ازاي، وسنك هيكون قد ايه عشان تدي تاني في الملاعب. بكل أسى وبكل حزن انا بقول لكم ان قصة رمضان صبحي انتهت نهاية حزينة مع كرة القدم.